الدنيا كلها لعنة الله عليها إذا ما تشاوي لحظة من لحظات رضا الوالدين. على من يعني شو علما؟ انت شو اللي شاغلك عنها؟ شاغلتك عنها الدنيا ان تطلع لك للسوق تحصل لك درهم؟ هذا الغرض؟ هاي اللي تحملت منتهى. تعرف اذا قعدت يمها لحظات ايش قد تحس هاي بإشباع نفسي؟ تتصور اذا قعدت الى جانب الاب وراعيته وحملت الطعام الى فمه، تصور انك موضع رحمة الله وموضع عناية الله. رعاية الابوين الله عز وجل يثيبنا عليها ويرعانا ويغمرنا بعنايته، وبالعكس إذا بعدنا عنهم احنا عرضة إلى سخط الله عز وجل. الله عز وجل يقولون المفسرين 7 مرات أوصى عليك بأمك. طبعا النبي عنوان الخطاب، ما يحتاج الله عز وجل يوصي النبي المفروض أن النموذج المهذب من العباد